السؤال اللي كيحير جميع المغاربة: القضاء المغربي واش كيحلل الخيانة الزوجية والدعارة والفساد؟ الجواب بطبيعة الحال في القانون المغربي حرام وتعاقب عليها القانون العلاقات الغير الشرعية، ولكن الوزير ديال من تحتها خدام كيصايب قانون جنائي كيعطي الحق للناس انهم يفسدوا كما بغاو. اذا كان غادي يبقى عند الام خص يخلص الرجل، يخلص هذيك المراه دوك التعويضات حتى توصل 21 سنه. معناها واحد خارج يقصر ليله غادي يخلص 21 سنه عليها. وتيقول هذوك الله يسمح ليهم، هذوك اللي خدامات في الفساد واللي خدامات بائعات الهواء الله يعفو عليهم، كيقول لهم اودي لا صيدتوا شي واحد وحملتوا منه راكم غادي تضمنوا واحد الاجره حتى ل 21 سنه. هل بهذه المنطقه غادي نحاربوا الفساد في البلاد؟ والتقارير ديال الفساد واصله للعالم، حنا وجهنا ملي كنخرجوا للعالم كنحشموا كيقولوا لنا داك الفساد عندكم كثير وباغي يزيد يكثروا. انا واحد خارج يقصر ليله غادي يخلص 21 سنه عليها. تصوروا فين وصلنا. وزير العدل كيقول اللي خدامات في قطاع الفساد الا حملتوا من شي واحد غادي تبقاو تخلصوا 21 سنه باجره شهريه. وتخيلوا دابا واش هذا الامر هذا غادي يحد من الفساد. وكيقول هذوك اللي باغيين يتزوجوا راه قبل ما تزوجوا غندوزوا لكم واحد الامتحان نعرفوا لكم واش عندكم قدره واش قادين. وهذا باغي يشيع الفساد. اليوم هناك حرب على الأسرة المغربية، حرب على المجتمع المغربي، حرب على الثقافة المغربية، حرب على الهوية المغربية. الزانيات والزاني اللي كلاهما إذا نفس المنطق، ما كاين شي حاجة أكرم ولا أروع من القرآن. وبصفتي أمير المؤمنين وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. نشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.